السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عبد الرحمن جمال، والنهاردة إن شاء الله هكلم حضراتكم عن موضوع مهم جدا بعنوان الصبر عند الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. الابتلاء سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون كله، والابتلاء معناه الاختبار والامتحان، مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعذبك او مش بيحبك، لان في كتير جدا من الناس فاهمة ان المصيبة اللي هو بيقع فيها او الابتلاء اللي هو بيقع فيه هو عذاب من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالعكس تماما، دي محبة من الله عز وجل. اذا احب الله عبدا ابتلاه، دي محبة ربنا سبحانه وتعالى، يا اما بيكفر ذنوبك او بيرفع درجاتك. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. يعني ايه وبشر الصابرين؟ بشر جاية من البشرة. ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك لما تصبر على ايه؟ تصبر على المصيبة اللي انت وقعت فيها، تصبر على حاجة انت بتحبها وربنا سبحانه وتعالى اخدها منك، تصبر على حاجة ربنا سبحانه وتعالى منعك انك تروح في المكان ده او في الحتة دي عشان انت بتحب الحاجة دي، ربنا منعك منها. كل ده صبر. فجزاء الصبر ده سبحانه وتعالى عند ربنا عظيم جدا. قال: وبشر الصابرين. وفي آية كمان قرآنية بتقول، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في جزاء الناس اللي بتصبر على الابتلاء والمصائب وبتصبر على أمور الحياة عموما. بيقول فيها إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هيوفيك أجرك بغير حساب. تلاقي كده يوم القيامة حسنات وجبال من الحسنات انت ما تعرفش جايلك منين. ربنا سبحانه وتعالى بيديك جزاء صبرك في الدنيا. فالصبر عند الابتلاء مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول في الآية اللي بعد آية الابتلاء: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. يعني أنت لما يجي تقع في مصيبة أو يقع عليك ابتلاء شديد تقول إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلمات جميلة جدا لما نقع في مصيبة أو نقع في ابتلاء شديد. نقول إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أول لما تقول الدعاء ده أو الكلمات الجميلة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك بحاجة أحسن من اللي انت كنت بتحبها، ويديك أكتر وأكتر ويعوضك بإذن الله. فانت مطالب انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، في السراء والضراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جميل جدا جدا بيعلمنا فيه ازاي ان احنا نتأدب ونصبر على الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بيه. بيقول ايه في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حتى لو أنت اتشكيت بشك الدبوس، ربنا سبحانه وتعالى بيكفر ذنوب أنت عملتها. عربيتك اتخبطت، بيكفر ذنوب أنت عملتها. رايح الشغل ولقيت فيه مشكلة كبيرة، ربنا بيكفر ذنوب أنت عملتها. فكل حاجة بتحصل لك ده خير ليك، عشان ربنا سبحانه وتعالى شايل لك رصيد كبير يوم القيامة من حسنات انت اساسا ما عملتش فيها حاجة غير حاجة واحدة بس، انك صبرت على الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حطك فيه. وفي حديث قدسي جميل جدا 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 بيحكي عن الناس اللي بتصبر في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيكافئهم بإيه. يوم القيامة في أرض المحشر بتخرج طائفة من العباد متجهة مباشرة إلى الجنة،
فيقول سيدنا رضوان خازن الجنة: إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم لم ينصب لكم ديوان ولم ينشر لكم ميزان، كيف تدخلون الجنان؟ قالوا يا رضوان: نحن لا نقف لا لنصب ميزان ولا لنشر ديوان، أوما قرأت القرآن؟ فسيدنا رضوان قرأ القرآن، فقال لهم: وفي أي شيء أقرأ؟ قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. فسيدنا رضوان قال لهم: وكيف كان صبركم؟ بص بقى بيقولوا إيه لسيدنا رضوان. قالوا: إذا أسيء إلينا حلمنا، وإذا أعطينا شكرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا. قال سيدنا رضوان: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بصوا بقى عظم الابتلاء، إن هو نعمة وليس نقمة. لما تصبر على الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى يديك حسنات ويدخلك الجنة من غير حساب. فأنت دايما حافظ على قوة التحمل والصبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا عمره ما هيديك حمل تقيل إلا لما يديك كتف يشيل. ودي من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. إذا أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لو أنت اتصبت بمصيبة ده خير، ولو ربنا أنعم عليك ده خير. وجب عليك إنك تشكر ربنا في المصيبة قبل النعمة، تقول: اللهم لك الحمد والشكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي بيروي عن رب العزة بيقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد فيقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لملائكته: وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: قال يا رب حمدك واسترجع. قال إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لك الحمد والشكر. بص الجزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديه للعبد ده، العبد اللي صبر وحمد ربنا على المصيبة. قال إيه؟ قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى في أكتر من إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك في أعز إنسان أو أعز مخلوق لقلبك على وجه الأرض اللي هو ابنك. ياخد ابنك ويبتليك ويشوف صبرك، هتصبر ولا هتجزع؟ هتتضايق وتقول: اشمعنى أنا يا رب؟ اشمعنى أنا الوحيد اللي في الدنيا اللي وقع عليا المصيبة دي؟ ولا هتقول إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. بص المكافأة، ربنا يبني لك بيت في الجنة عشان انت قلت اللهم لك الحمد والشكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. بصوا الجمال، يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول اشتدي على أصفيائي؟ انت لما ربنا يبتليك بابتلاء شديد أو مصيبة شديدة قوي وانت تشوفها من وجهة نظرك ان هي كبيرة جدا جدا، ده حب من عند ربنا. ده ربنا عايز يسمع صوتك، عايزك تسجد له، عايزك تدعوه، عايزك تقرب منه، عايزك تبعد عن الطريق الوحش اللي انت كنت ماشي فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يحفز الصحابة ان اي ابتلاء يقع عليهم هو خير ليهم وربنا هيكافئهم بيه. ولذلك في احد الصحابة قطعت رجليه في احد الغزوات، فالصحابة تلفوا حواليه فلقوه بيبكي، فيقولون: أتبكي من قضاء الله؟ بصوا صحابي الجليل اللي قلبه مليان بالإيمان والصبر، قال لهم إيه؟ قال لهم: لا والله،
لا أبكي لقطع قدمي، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن قدمي كانت تسير إلى تعميم بيوت الله. يعني رجليه اللي اتقطعت دي كانت على طول دايما بتروح المسجد ويصلي، ولكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير، فكيف أشكرك؟ بصوا الإيمان والصبر، بصوا التربية النبوية الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة عليها. الإيمان اللي جوه قلوبهم ده والصبر ده ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عليه، عمره ما هيضيع تعبك ولا هيضيع الصبر. ولذلك نبي الله أيوب صبر كتير جدا. يعني احنا دايما نقول ايه؟ يا صبر أيوب. ليه؟ لأنه النبي الوحيد اللي وقع عليه ابتلاءات شديدة جدا جدا جدا، وفي الآخر قال في القرآن: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا. زوجته بتقول له: ادعو ربك أن يشفيك، فسيدنا أيوب بيقول لها إيه؟ أدعو ربي كيف؟ بص الحياء والإيمان والصبر. بيقول لها: مرضت 18 عاما وعشت 70 عاما صحيح البدن، كيف أطلب من الله عز وجل أن يشفيني؟ بص الأدب، قعد 70 سنة صحيح البدن وربنا بس ابتلاه 18 سنة بأمراض شديدة جدا، بيستحي من الله إن هو يطلب ويقول: يا رب أنا محتاج إنك تشفيني. ده أدب مع الله وده صبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كافئه بعد كده: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. رجع له أهله وأولاده وبقى غني ومعاه فلوس وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى اداها له. ليه؟ ده جزاء الصبر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيديك دايما على قد صبرك. أنا نصيحتي ليك لازم تتحمل وتصبر وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتحمد ربنا في الابتلاء اللي انت فيه وتقول: اللهم لك الحمد والشكر، لأن ده خير من عند ربنا. يقال في الأثر، بيقول العلماء بتقول: ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا: كيف؟ البلاء يبقى نعمة والنعمة تبقى بلية؟ قال: نعم. قال: لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، وأن النعمة لا يعقبها إلا البلية. فأنت ما تقلقش، دايما بتشتد، وربنا سبحانه وتعالى بعد فترة لما يشوفك صبرت وتحملت يكافئك على الصبر ده. فنصيحتي ليك: احمد ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وقول: اللهم لك الحمد والشكر، لأن دي محبة من الله عز وجل ليك. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأجرك وتاخد الأجر والثواب عند ربنا وتخش الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. أنا بشكركم على المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.